مساء الخير، يعطيكم ألف عافية. اليوم رح نكفي بالدرس الرابع بالتاريخ الصف التاسع بعنوان الشعب السوري يواجه الاحتلال الفرنسي بالثورات. معكم الأستاذ علي مية. بعد أن احتلت فرنسا سوريا عام 1920 بعد معركة ميسرون مثل ما ذكرنا بالدرس الماضي، بدأت تنفذ سياساتها الاستعمارية فيها، ولكن الشعب السوري كعادته لم يسكت، بل واجه الاحتلال بالثورات والمقاومة في جميع المناطق من الساحل والشمال والجنوب والشرق وجبل العرب. وهذه الثورات كانت تعبيرا عن حب السوريين لوطنهم ورفضهم للظلم والتقسيم وسعيهم لتحقيق الحرية والاستقلال. فكانت سياسة فرنسا الاستعمارية في سوريا من الناحية السياسية، حيث حكمت البلاد من قبل المندوب السامي، وتم تجزئة البلاد إلى عدة دويلات سندرسها بعد قليل. ولاحقت الوطنيين الذين طالبوا بخروج فرنسا من سوريا. أما من سياستها الاستعمارية الاقتصادية، فقد عزلت الداخل السوري عن البحر لخنقه اقتصاديا، مثل ما نتذكر أنه سيطرت على الساحل السوري كله، ونهبت خيرات البلاد ومواردها. إذن نهبت خيرات البلاد وثرواتها من نفط وقطن وحبوب ومعادن، وجعلت السوريين يعملون لصالحها، وجعلت السوق السورية سوقا لتصريف منتجاتها الرخيصة الثمن في فرنسا. بينما ثقافيا حاربت اللغة العربية وفرضت لغتها وثقافتها، وذلك لكي تضعف الهوية الوطنية السورية وتفرض ثقافتها بدلا منها. نلاحظ في الخريطة كيف تم تقسيم سوريا، حيث ضمت المنطقة الشمالية من سوريا دولة حلب، بينما المنطقة الغربية دولة اللاذقية تضم محافظات طرطوس واللاذقية، ودولة لبنان الكبير وعاصمتها بيروت، دولة دمشق التي تشكل المنطقة الوسطى في سوريا، ودولة جبل العرب وعاصمتها السويداء التي تشكل المنطقة الجنوبية من سوريا. طبعا كانت نتيجة هذه السياسات بأن غضب الشعب السوري قد ازداد، وبدأت الثورات والمقاومات ضد الاحتلال في كل أنحاء البلاد. لندرس الثورات التي قامت ضد الاحتلال الفرنسي، ونبدأ من ثورة الساحل التي قامت بين عامي 1919 و 1921، وقامت بقيادة الشيخ عمر البيطار وصالح العلي وكثيرين آخرون، وقامت في الحفة والشيخ بدر، وكانت من أهم معاركها بابنا ووادي ورور. وأيضا ثورة الشمال قامت بين عامي 1919 و 1921، وكانت بقيادة إبراهيم هنانو في جبل الزاوية، وكانت أهم معاركها ترعان وإدلب وجسر الشغور. إذن لهذه الثورتين نقاط تشابه كثيرة، حيث كلاهما اتصل قادتها بالحكومة العربية في دمشق، وكلاهما تعاونا فيما بعضهم، وكلاهما توقفتا بعد الخسائر والتدمير التي تعرضتا لهما. ولكن أيضا كلاهما ألحق بالفرنسيين خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، ولكن مثل ما بنعرف توقفت بسبب استخدام فرنسا الطائرات لقصف القرى، واعتقلت عدد كبير من الثوار. بينما ثورة الشمال انتهت بسبب أسر إبراهيم هنانو، ومن ثم تم الإفراج عنه بعد أن دافع عنه الشعب السوري. إذا نستدل من هذه الثورتين بأن الشعب السوري في كل مناطقه كان موحدا في مقاومة الاحتلال الفرنسي. ننتقل إلى ثورات المناطق الجنوبية وثورات المناطق الشرقية. فكانت من أبرز ثورات المناطق الجنوبية هي ثورة حوران عام 1920، حيث كانت أو انطلقت من جبل العرب جنوب سوريا، وكان قائدها سلطان باشا الأطرش، وكانت بسبب رفض الأهالي حكم الفرنسيين وردا على تصرفاتهم الظالمة من خلال إقناعهم بالانتداب الفرنسي ودفع غرامات مالية. وكانت من نتائجها
قتل الثوار عدد من الجنود الفرنسيين، وعندما قتل عدد من الجنود الفرنسيين هاجمت فرنسا منطقة الثوار وإعدامها عدد من الثوار وفرضها غرامات باهظة. وبعدها بسنتين حدث اضطرابات في دمشق عام 1922 بسبب زيارة كرين إليها، وتم في عام 1921 تدمير عدة قرى في مدينة القنيطرة من قبل فرنسا بسبب الكمين الذي تعرض له غورو على يد إدهم خنجر وأحمد مريوي، وهناك جرح غورو وأصيب عدد من مرافقيه. طبعا هلا بنجي على الثورة السورية الكبرى بشرح مفصل. ننتقل إلى ثورات المناطق الشرقية، حيث قاومت العشائر في دير الزور الاحتلال الفرنسي. وفي شرق القامشلي كانت ثورة بياندو عام 1923 بقيادة المجاهد حاجو آغا، وتكبد الفرنسيون هناك خسائر كبيرة. الثورة السورية الكبرى التي قامت بين عامي 1925 و 1927. إذن بدايتها في جبل العرب بقيادة سلطان باشا الأطرش، ومن ثم انتشرت إلى معظم المدن السورية وأهمها دمشق، حماة، حلب، دير الزور. بداية أسبابها. إذن أسبابها استمرار فرنسا بسياساتها الظالمة والاستعمارية ضد الشعب السوري، وفصل جبل العرب عن الوطن الأم سوريا، أي تقسيم سوريا إلى دويلات، ولاحقت الوطنيين، وعينت حاكم فرنسي عسكري أساء معاملة الأهالي. تمام. إذا ما هي مطالب الثورة السورية الكبرى؟ إذا كانت مطالبها بوحدة البلاد السورية من الساحل إلى الداخل، واستقلالها التام، وسحب القوى المحتلة قواتها من البلاد السورية، أي طرد الفرنسيين واستقلال البلاد. من كان قائدها؟ طبعا قائدها هو سلطان باشا الأطرش، وانطلقت من جبل العرب. ما هي أهم معارك الثورة السورية الكبرى؟ كانت معركة الكفر أهمها، ومن ثم المزرعة والسويداء والمسافرة. إذا كانت أهم معاركها هي الكفر التي أسقط الثوار فيها طائرة فرنسية، والتجأ عدد من الجنود الفرنسيين إلى قلعة السويداء، فأرسلت فرنسا حملة لفك الحصار عن هؤلاء الجنود، فتصدى لهم الثوار في معركة المزرعة التي خسر فيها الفرنسيين ذاك الوقت 3000 من جنودهم. هذا الشيء أدى إلى امتداد الثورة إلى غوطة دمشق. لماذا امتدت الثورة إلى غوطة دمشق؟ لتخفيف الضغط عن جبل العرب بسبب تشديد فرنسا قبضتها عليها. وكانت من أهم المعارك في غوطة دمشق معركة الزور الأولى والثانية والملاحة، حيث برز مناضلون أمثال حسن الخراط ومحمد الأشمر. ولكن هذه الثورة توقفت في عام 1927 بسبب نقص المؤن والذخيرة، واستشهاد عدد كبير من رجالاتها، ولجوء بعض قادتها إلى الدول المجاورة، وأيضا بسبب القصف والدمار الكبير الناتج عنه الذي تم على دمشق، ومقتل عدد كبير من المدنيين، وتدمير حي سيدي عامود الذي سمي في بعد بحي الحريقة بسبب احتراقه الكامل. وكان من الشروط التي وجهها المندوب السامي الفرنسي لإيقاف القصف عن دمشق أثناء الثورة السورية الكبرى هو تقديم 100,000 ليرة ذهبية و10,000 بندقية، وأي حي تخرج منه طلقة يكون مصيره التدمير. إذن استمرت الثورة ضد الاحتلال الفرنسي قرابة 7 سنوات، شارك فيها معظم الشعب السوري، فلاحين وعمال وشيوخ وطلاب، وأظهرت وحدة السوريين من جميع الطوائف والمناطق، وقتل عدد كبير من الثوار وأسر آخرون. ورغم فشل الثورة عسكريا، ولكن كانت خطوة عظيمة نحو الاستقلال التام التي تحقق عام 1946.